يؤكد الشيخ عبد الله الأحمر أنه لا يؤثر على أولاده في خياراتهم السياسية، وحين زرته كان الكثير منهم عنده. واللافت هو الاحترام الكبير الذي يكنه الأولاد لأبيهم، فإن تحدث أنصتوا وإن قرر نفذوا. فعادة احترام الوالدين في اليمن لا تزال راسخة بقوة، فكيف إذا كان الوالد رئيسا للبرلمان وزعيما لقبائل حاشد الشهيرة؟ ورغم توزع أبناء الشيخ عبد الله الأحمر على حزبي المؤتمر والإصلاح أو على إدارة بعض الأعمال والتجارة والشركات، إلا أن الشيخ عبد الله يؤكد أنه لا يؤثر على أولاده سياسيا، وأنه لا يمانع لو أن أحدهم قرر الانتماء حتى إلى الحزب الاشتراكي. وسألته عن عدد أولاده بالضبط للتأكد من الرقم الذي بين يدي. 10 أولاد و8 بنات. حضرتك أحد مؤسسي وزعماء حزب الإصلاح، كلهم في حزب الإصلاح؟ مقسومين. خيار استراتيجي أو قناعات؟ قناعات. لم تؤثر على أي منهم؟ لا، أنا تعرف أنا رئيس مجلس النواب الذي يحمي الديمقراطية. لو أحد الأولاد قرر الدخول في الحزب الاشتراكي، الانتماء إلى الحزب الاشتراكي، هل ستقبل؟ الحزب الاشتراكي ما عاد يخوف، لأنه قد اندمج ضمن الأوتقة الموجودة، قد تخلى عن أفكاره القديمة والتزم بالدستور والقانون وبالشريعة، أنها وبالإسلام أنه دين وشريعة، وبالنصوص اللي في مجلس الذي في الدستور ما عادش بخالف. إذن ليس لديك أي مانع في حال قرر أحد أبنائك؟ ما عندي مانع. لم يعد عند الشيخ عبد الله مانع من انضمام أحد أبنائه للحزب الاشتراكي، وهذا الكلام مهم حتى ولو كان مجاملة. فرئيس البرلمان اليمني وزعيم قبائل حاشد الشهيرة كان أحد أبرز داعمي الرئيس علي عبد الله صالح في خلال أزمة عام 93 مع الحزب الاشتراكي اليمني وزعيمه علي سالم البيض، الذي كان نائبا للرئيس وسيد الجنوب اليمني قبل الحرب الضروس التي وقعت بين الشمال والجنوب وبين العليين عام 94. آنذاك اتهم علي سالم البيض وعدد من رفاقه في الحزب الاشتراكي بالسعي للانفصال، وأدت المناوشات بين الجانبين لتلك الحرب التي انتهت بانتصار الشمال أو قوات الشرعية كما كانت توصف على الجنوب، وأزيح الحزب الاشتراكي عن السلطة قبل أن يعود بعد سنوات إليها من خلال إعادة قراءة استراتيجيته. وقد عفى الرئيس علي عبد الله صالح عن جميع الذين اتهموا بالانفصال، وعاد بعضهم إلى اليمن، بينما نائبه علي سالم البيض لا يزال يعيش في سلطنة عمان التي منحته جنسيته. وفي استعادة ذاك التاريخ الصعب سألت الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر عن السبب الحقيقي للحرب، وهل فعلا أراد قادة الحزب الاشتراكي الانفصال؟ اليمن اتحدت، وقد احنا شعب واحد ودولة واحدة، ويريدوا يعيدوا الانفصال من جديد. هذا هو الذي اختلفنا عليه وقاتلنا من أجله. طيب، ما هي مصلحتهم بالانفصال؟ يعني ماذا كانت تلك المصلحة بالانفصال؟ يعني أعتقد أنهم كانوا عندما أعلنوا موافقتهم على الوحدة كانوا يعتبرونها هروبا مما حصل على شاشسكو في رومانيا وأمثاله، خشيوا من الشعب أن يأكلهم مثل أولئك، فهربوا إلى الوحدة. هل كنت حضرتك كزعيم قبائل حاشد من جهة، كرجل مسلم متدين من جهة أخرى، كمسؤول سياسي كبير في هذه الدولة، ستقبل لو أن يوما ما وصل اشتراكي إلى رأس السلطة في اليمن بعد الوحدة؟ بعد الوحدة ما عاد عندنا مانع، ولنا دستور فيه كل المقاييس، وفيه أن الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا، وفيه يعني مواد
تحكم على رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو رئيس النواب أو الشعب كله الالتزام بذلك الدستور. فإحنا يعني ما احناش مختلفين على أشخاص، ما دمنا متفقين على أسس وعلى مواد دستورية ومواد قانونية. التقيت علي سالم البيض في عز الأزمة؟ نزلت له إلى عدن. نعم. في بداية الأزمة مع وفد من مجلس النواب، والوفد ومجلس النواب مشترك من الحزب الاشتراكي ومن المؤتمر ومن الإصلاح. ذهبت إلى عدن وقنعته على طلوعه صنعاء، فجاء له مهندس الخيانة حيدر عطاس في نفس اليوم وأثر عليه ومنعه مما كنا قد اتفقنا عليه. طيب برأيك لماذا حيدر أبو بكر العطاس اتخذ هذا الموقف وضغط عليه؟ شو كانت دوافعه؟ هم أخبار هي الدوافع. ثم كيف عرفت أنه ضغط على علي سالم البيض؟ وصل بعد ما انهينا الجلسة، وصل مصنع عبدايلة بعد ما انهينا الجلسة واتفقنا على طلوعه، وقال لنا ماش مطلع، قال لنا هو بنفسه حيدر العطاس، أما طلع لن يطلع علي سالم. كان له تأثير كبير على علي سالم البيض؟ طبعا كان هو صاحب القرار، هو المهندس لكل شيء، وهو رئيس وزراء. شيخ عبد الله، في الحديث عن الجنوب الرئيس علي عبد الله صالح عفى عن الذين اتهمتموهم بالتورط في الانفصال وعاشوا في الخارج في دول الخليج، بعض منهم لا يزال في الخارج، منهم نائب الرئيس السابق علي سالم البيض. أولا، هل استشارك حين قرر العفو، وهل مرر القرار في مجلس النواب، وهل استشارك كرئيس مجلس نواب حضرتك حين ذهب والتقى قادة الحزب الاشتراكي في الإمارات العربية وعاد بالبعض منهم؟ رئيس الدولة هو يتصرف باسم الشعب لأنه مفوض من الشعب. يعني حضرتك موافق على الموضوع؟ مفوض من الشعب سواء بنافق ولا ما نافق يعني، وبعد ما يصدر القرار ما عاد إلا دوار خلاف، يعني البحث عن خلاف، فهو مفوض من الشعب ومحل ثقة. والعفو من شيم الكرام، عفى عنهم وأيديهم تقطر دم، أعلن العفو عنهم. حضرتك هل تؤيد عودة علي سالم البيض من الخارج؟ لن يعود، لأنه مبسوط ومستريح ومعه مصالح. في حال قرر العودة لا يشكل خطر عودته. لديه مصالح من أي نوع؟ هل لديك معلومات؟ ما كسبه أيام الحرب وما حصلوا عليه من المساعدات وما حوشوه وما سحبوه من عدن، سحبوا كل شيء. طيب شيخ عبد الله، اسمح لي يعني بالسؤال، أنا التقيت بعلي سالم البيض نائب الرئيس اليمني السابق في باريس قبيل ما حصل من أزمة ثم حرب هنا، وكان لديه خطاب جاذبا جدا في الواقع، خطاب منفتح، خطاب يريد الوحدة، يعني كان يشكك الإنسان بأي شيء سوى بأنه ينوي الانفصال. ما الذي يؤكد لك اليوم أنه علي سالم البيض فعلا هو أراد الانفصال شخصيا وتورط في هذا الأمر ولم يدفع دفعا للحرب كما يقول الاشتراكيون مثلا؟ ما رأينا أنه هو اللي قاد الانفصال، وهو اللي أعلن الحرب، هو مجموعته. لو طلبت منك اليوم أن تتوجه إليه عبر كاميرا الجزيرة بكلمة، ماذا تود أن تقول له اليوم بعد كل هذه السنوات التي مرت؟ ماذا تود أن تقول لعلي سالم البيض الموجود حاليا في إحدى دول الخليج؟ لا يسعني إلا أن أقول مثل ما قال علي عبد الله صالح: عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف، فاليمن توحد وبات الجميع مقتنعا بضرورة الحفاظ على هذه الوحدة.
ولكن التحالفات تغيرت، والعلاقة بين حزب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح الإسلامي النزعة ليست على ما يرام، ولذلك عاد الحزب الاشتراكي يشكل جزءا من التوازنات الضرورية الجديدة، والعفو ذهب أبعد من الحرب والانفصال ووصل إلى عائلة حميد الدين نفسها، أي عائلة